السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو على قلبكم. اليوم كما كتشوفوا انا جيت هنايا نهار باتيسري كنشري الحلوى ديال العيد، حيت انا ما عدلتهاش صراحه، وغالبا دائما ما كنعدلهاش، يعني غالبا ودائما عمري ما كنعدلها. خليكم معايا في هذا الفيديو تشوفوا التجهيزات ديال العيد، كيفاش وجد الطبله ديال العيد في الدقيقه 90 بحال كاع المغاربه. كنا ما كناش عارفين باللي العيد غيكون الجمعه، كنا معولين على السبت باش نحمحموا على خاطرنا ونوجدوا الطبيله ديالنا على خاطرنا. اصدق عملوا لنا مفاجاه اكبر، شمس العشيه الصراحه. كانت مفاجاه، رغم حنايا دائما غالبا كنصوموا على 29 يوم، ولكن هيداك كل شيء مع كنت كنسمع كل شيء السبت صافي عقلي تقبل ان السبت غيكون العيد. ولكن الحمد لله كما كتشوف اليوم نهار العيد كل شيء داز بخير وعلى خير. هنايا بالليل نوض وجدت الطبله باش الصباح ملي كنوض في العيد كنلقى متاي كنسخن الرغايف، داكشي اللي خصو لك. مثلا ديك تيغاميسو كان عندي في النيبيره، المهم الحاجه اللي كانت في النيبيره واللي خصها تسخن خليتها حتى الصباح، ولكن داكشي اللي خصو يوجد على بكري وجدته. خليت الطبيله ديالي توجد على خطره، يعني كنت كنوجد على خاطري هنايا. خليكم معايا تشوفوا كيفاش هادشي، وخليوا رايكم في التعاليق وكيفاش دوزتوا العيد، وخليكم مع الفيديو. وهنايا البنات عملت كيسان في الصينيه وجدت براد باش في الصباح نجبر كلشي معدل. عملت السكر في ديك الجبانيه، ما عرفتش شنو كتقولوا لا نتوما، جبانيه. المهم جبانيه ديال السكر. المهم خليت الامور معاوطه باش ننعس نوض على خاطري، ورغم هذا الشيء هذا كامل اللي كتشوفوا ما نعسش مزيان بحال كاع المغاربه. نهار اللي كنتلاقاو في العيد باش نباركوا العيد كلشي مدوخ بالنعاس، اغلبيه ما نعسينش. وهنا كنوجد ديك الكيكه اللي عملت في الدقيقه 90 مع الوحده ديال الوقيله وجدتها. جات معاقه صراحه، جات معوجه من واحد الجهه، ولكن المهم احنا زدناها في طبيله الفطور، زادتنا شويه ديال المنظر في الطبله. وهنا كنت كنزل على الطابله اللي غنفطروا فيها. هادشي هذا كامل اللي كتشوفوه راه بالليل، الا ما كذبتي وقيله كانت شي 2 الليل هنايا.
وهنايا البنات نتوجت راسي باش نمشي نبارك العيد على العائله، عائله راجلي، العائله ديالي، ماما وخوتي. لبست هاد العبايه هذه لان كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل انا ما شريت والو للعيد لان ما جبرتش حاجه صراحه اللي تعجبني. لبست اللي كان عندي، شريت غير صباط فقط. المهم هنايا كنت خرجت باش الدار ديالنا عند ماما. نشوفوا الاجواء في العيد في طنجة، كلشي مزوق نفافخ، الاجواء مزيونه. المهم اسال الله تعالى وعلا يجعل ايامنا وايامكم كلها اعياد وسرور وحب وسعاده وسرور وكاع الحاجات اللي مزيونين في الدنيا يا ربي. عواشركم بروكا مره اخرى، واللي بقى معايا الفيديو تن هنا ما ينساش لايك، شي دعيوه مزيونه، شي تعليق يشجعني باش نكمل معكم في اليوتيوب. وشكرا لكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.